السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا غوالي جيت لكم بمقطع من الحلبة. انت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة. حكينا يا غوالي في المقطع الأول عن الطالب والمدرس. يا جماعة والله العظيم ما استرت حاجة، حاسس انها حرب عند الجيران. المهم يا حبايب قلبي، تحاكينا في المقطع السابق عن المدرس، ذا اليوم انا تحاكى لنا على الطالب. يا جماعة امانة حق طلاب هذا الايام ان الواحد يرثي لهم بقوة. ما لكم من الهاي هاي. انا اتكلم عن اللي بيطلب الله ويدرس. شوف هولي يعني تأكد انهم حق طلبة الله وحق الدراسة، لكن من جهة اصحاب الهاي هاي يا جماعة يدخل المدرسة الصبيح عدو يوصل، تجي جنبه في الطابر يقول لك لا حول ولا قوة ايش فيك؟ قال يا اخي الحين نروح. يا اخي خاف الله عادك وصلته. يا جماعة ابعدوا منهم هؤلاء الاشكال، اقسم بالله العظيم انه يدي لك الاحباط لو انت في اكمل نشاطك. وبعد انا مستغرب ليش بيجي ضابح. قد اول شيء يخرج من البيت يصير يصطبح في البوفيه، وبعدها يزع على الدكان يعبي ب300 نت ويبزله زعقة وشوكولاتة، ويخرج من الراحة ويدن ب1000 وعلى الضوية يدن ب500 سكري، وبعد هذا كله عاد يزيد يعرض على المطعم. هؤلاء الاشكال قلدني الله ما تعودوا شيء على الكرف من الصبايح، ويجي لك اباهم امهاتهم بعد مدري ايش في عيالي بيجوا عصاه. المثل بيقول اشبع ولدك واحسن ادبه. ماش تعودوهم اول شيء على الزلط وما عودتهم شيء على المرجله. يصير لك الطالب وفي جايبه 10-15 ألف، بعدها سلف هولا الهاي هاي عن يخرج من المدرسة عاد يوزع على المطعم، يكمل يبز صاحبه ويصيروا ويلعبون لهم في النت، ويروح لك كذا بعد العصر. بعدها تحصل هذا الاشكال قلدني الله ان اكثرهم حتى بيوتهم سايبه، يروح البيت ما يحصل فيه حد. فنصيحتي ابعدوا لكم منهم والله العظيم، ما منهم الا مشاكل. الذي هو بيسايرهم لاجل حاجة ثانية، لكن تتوصل في هذا الزمان ما مع الواحد الا يكسب رجال. اما هؤلاء الهاي هاي والله العظيم لا يقطع فيك في اطراف حاجة. والله صدق ذيهم متعودين صدق على الكرف، ذيهم رجال صدق. تلقاه يجي من طرف الدنيا، يجي من قرية من بعد 550 كيلو متر، مساكن زارت احيان يلقوا سيارة يطلعوا معان، وزارت احيان ما بش يبكر لك بعد الفجر، وعاد يوصل وقد دينا مريعة له قدام باب المدرسة افتح يدك. يا استاذ احنا بنجي من اخر الدنيا يا استاذ بكر. يا اخي اقسم بالله العظيم ما ادري كيف تفعل بهم هؤلاء الاشكال. مسكين يدخل عاد يديه ما قد بردت من الضرب، يطلع لها طالع ادى الواجب. يا استاذ نسيتك كنت مشغول. يقول لك ما اعرف شيء اديه حتى من السماء اتصرف افتح يدك، ويضربه ويلحق الاستاذ الثاني والثالث والرابع لا ما يروح. مسكين هو في جلد يكمل، مسكين ينزل الراحة تلقاه معه 100 في جيبه مدري، يروح له من المدرسة مسكين على طول لا راس العمل، يجي الشقة لا ما يروح اقل شيء الساعة 10-11 في الليل. مسكين يرقد امانة يروح ينام على طول. عاد يجي لك الاستاذ ليش ما تكتب الواجب؟ ما لك يا حبيبي انا فاضي له. أبان انه يخرج الاستاذ من الفصل مروح ملانش ولا سب وشتم ولعن من الصبيح. فانا اقول لكل مدرس كذي خاربة لا عاد تكون شي زد تخربها، والله العظيم ما بيسببوا الا لانفسهم مشاكل. هذا الاستاذ مسكين يروح يستلقفوه 2-3 يدقوا له بجه، ايش استفاد؟ امانة تلقى هذا الاستاذ في الشارع احسن واحد في العالم، مسكين جازع طريقه ما يآذي احد ولا احد يآذيه، يدخل المدرسة ينقلب شاروخة. فنصيحتي لكل مدرس يا اخي راعى ظروف الطالب. اقسم بالله العظيم ان انا اعرف كثير من اصحابي بطلوا الدراسة لاجل هذا الخبر. تقول له مالك خرجت؟ قال يا اخي مشتي شكت لي مدرس. يا جماعة أمانة أقوى مصارعة في العالم
صح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها، بس امانه بارس اقول لكم ما نفس يدي. اشهد لله ان في نفس يدي ذيك هذه كان عند الباب حق المدرسه، امسكه واصهل كعبه يا اخي. وان شاء الله يكون عجبكم المقطع، وشاركونا ارائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وضغط الجرس ليوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.